السلام عليكم. لقيت فلفله حمراء رخيصه في السوق وشريت كميه كبيره. اجي نوريكم شنو درت بجزء منها. اولا كناخذوا الفلفله، من بعد ما كنغسلوها مزيان وكنقطعوها على جوج، كنحيدوا منها الزريعه تماما وكنقطعوها اصابع. من بعد كناخذوا كسكاس وكنوضعوها فيه وكنزيدوا عليها شويه ديال الملحه. من بعد كنديروها تفور فوق البرمه، ومره مره كنقلبوها اولا كنحركوها حتى كتفور. من بعد ما كنتاكدوا انها تفورات تماما كنخليوها حتى كتبرد، عاد كنطحنوها يا اما بالطحانه الكهربائيه اولا بالطحانه اليدويه كيف درت انا. صافي كنبقى كنطحن حتى كنحصل على الهريسه ديال الفلفله حمراء، وكنزيد ليها شويه ديال الزيت النباتيه وكنحرك. ومن بعد كناخذ قرعه ديال الزاج وكنوضعها فيها وكنغطيها بواحد الطبقه ديال الزيت النباتيه باش ما تاكسدش ولا تصوف، وكندير عليها بلاستيك غذائي من الفوق. وفي الاخير كنحتفظ بها في الثلاجه صالحه لمختلف الاطباق، مثلا تنسمو بها لي صوص كتعطي اللون، هي ايضا بديل